الأخوة والأخوات يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية نتذكر بإجلال وتقدير تضحيات الشهداء الأبرار والمناضلين الأوفياء، وسنواصل السير على نفس الدرب الذي ساروا عليه وعلى ذات المبادئ التي انتصروا لها ودافعوا عنها وضحوا في سبيلها. الأخوة والأخوات، يأتي احتفالنا هذا العام بعيد ثورتنا المباركة 26 من سبتمبر وال14 من أكتوبر مقترنا بتحديات كبيرة يعيشها شعبنا بعد أن تمكنت وفي غفلة من الزمن، ونتيجة للصراعات التي عاشها الوطن بين قواه السياسية والوطنية، تلك الميليشيات الكهنوتية الحوثية من أحفاد الإمامة وبقاياها من اختطاف جزء من الوطن. ونؤكد يقينا ونبشر شعبنا بأن موعد الخلاص من تلك الميليشيات بات قريبا وقريب جدا، فشعبنا الذي ثار ضد أجدادها من الأئمة الظالمين سوف ينتصر مرة أخرى لنفسه ويتخلص من هذه الجماعة المعزولة ويستعيد حريته وكرامته. يا جماهير الوقت أن تصطف كل القوى الوطنية الحرة في معركة إنقاذ الوطن وتحريره واستعادة دولته ومؤسساتها من تلك الميليشيات التي تسببت في دمار الوطن وكلف وجودها والكثير من إمكانات الشعب ومقدراته. ولهذا نكرر دعوتنا بضرورة تبني الجميع ودون تردد لمشروع إنقاذ وطني يرفع عن كاهل شعبنا تلك المعاناة القاسية التي يعانيها حاليا.